السلام عليكم. نبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ كيف عاملين مع الصحة؟ نتمنىكم تكونوا لاباس في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الغداء ولا العشاء ساهل بالاجنحه ديال الدجاج، كتجي مشرمله ومحمره في الفران، كيجيو لذاذين بزاف. ورافقته مع واحد السلطه اللي بالخضر صحيه ومتكامله، ومع واحد صلصه مثل الصلصات ديال المطاعم الكبرى، كتجي بطريقه سهله وبسيطه ولذيذه. نتمنى يعجبكم فيديو اليوم. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش لايك الفيديو، جزاكم الله خيرا، فضلا وليس امرا. وبقاو مع المقادير. عندي هنايا الاجنحه غسلتهم مزيان بالحامض او الليمون والملاح مزيان، ومن بعد نشفتهم. ضروري تنشفوهم مزيان من الماء. غادي نزيد عليهم الثوم مبشور، عندي 2 ديال الفصوص ديال الثوم. بالنسبه لكميه الاجنحه على حسب افراد الاسره ديالكم. عندي هنايا ملعقه صغيره مع مرش ديال الكركم او الخرقوم. عندي ربع ملعقه صغيره من الفلفل الاسود يبزر. عندي نص ملعقه صغيره ديال التحميره بابريكا. ملعقه صغيره ديال السكنجبير او الزنجبيل. بالنسبه للاعشاب المنسمه انا عملت هنا الزعتر، يمكن لكم تعملوا اي اعشاب منسبه كتعجبكم، ولكن الزعتر كيجي افضل منهم كاملين. عندي هنا واحد ملعقه كبيره ديال ياغورت الطبيعي او لا دانون مسوس ولا الزبادي بدون السكر. عندي هنا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الخردل المطارد. الا ما عندكم شي بطبيعه الحال تستغناو عليه، ولكن كيعطي واحد اللذه مزيونه. عندي هنا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الهريسه الشطه حاره، اللي كتعجبو حتى هي كتعطيها واحد اللذه مزيونه، راه ما كيجيش شي حار بزاف. عندي هنا واحد 2 معالق كبارين ديال زيت الزيتون اولا زيت عاديه. ملح على حسب الذوق، ما نكثرش الملح بزاف لحقاش الخردل والهريسه كيكونوا شويه مالحين، وانا اصلا الاجنحه غسلتهم في الملح. صافي غادي نخلطهم مزيان مزيان حتى يدخل فيهم ديك التشرميله، وغادي نخليهم يرتاحوا في الثلاجه. نغطيهم بواحد البلاستيك. كلما خليتهم يرتاحوا كلما كيجيو لذاذين بزاف. وهنايا غادي نرافقها بواحد السلطه ديال الخضر كتجي مزيونه وصحيه. احتاجت فيها هنا بطاطا قطعتها مربعات صغيره، عندي لوبيا خضراء، وعندي هنا الجعده اللي هو الجزر حتى هو حيت له ديك اللوب ديالو قطعته قطع صغيره. غادي نسبق بالجعده واللوبيا يطيبوا هما الاولى تقريبا واحد 4 دقائق. عاد غادي نضيف عليهم البطاطا، لحقاش هما بطاطا دغيا كطيب ماشي بحال الجعده واللوبيا. وهنا غادي نزيد نعمل معهم واحد شويه ديال المقارونيه معجنات، اي نوع بغيتو، انا اخترت هادو. هنا غادي نعمل واحد الصلصه الطماطم كتجي بحال المطاعم اللي كيرافقوا بها الحوت مشوي ولا الدجاج. غادي نحتاج فيها عملت هنا 3 ديال الطوماطيشات. عندي واحد القليل من الطوماط سوغيز اللي هو ديك الطوماطيش ستيتو. عندي هنا واحد نصف بصله، واحد الورقه ديال الرند اولا الغار ولا ورقه الناموسكي، واحد شنو كيقول لها. هنا ديك الطوماطيش غسلتها مزيان وحيت لها ديك الزريعه ديالها والماء ديالها، وغادي نقطعها على شكل عشوائي في واحد الكاسرونه. والكميه على حسب اللي بغيتو نتوما. الا عملتو كميه كبيره البصله كتعملوا واحد البصله تكون مكموله. وديك الطوماط سوغيز اللي ما عندوش ديك الطوماطيش ستيتوي بطبيعه الحال تقدر تستغناو عليه، ماشي يعني ضروري، غير كيعطي واحد اللذه مزيونه. هنا صافي قطعتهم على شكل عشوائي وصافي. غادي نزيد الملح الكميه الكافيه اللي غادي طيب فيها، والماء باش غادي طيب هاد الصلصه، راه دغيا كطيب ما كديرش الوقت بزاف. صافي وغادي نخليها طيب. من بعد ما طابت غادي نحيد ديك الورقه ديال الغر وغادي نطحنها مزيان مزيان. وهنايا في هذه المرحله هذه من تكونوا طحنوهم، الا بانت لكم لاصوص ثقيله غادي تزيدوا لها الماء وصافي. الا بانت لكم خفيفه راه ملي غادي طيب هي غادي تشرب ديك الماء. غادي نزيد عليها هنايا واحد 2 ديال الفصوص ديال الثوم يكونوا صغارين، الا كانت كبيره تعملوا غير واحده محكوكه في ديك الجهه الرقيقه. عندي هنا المعدنوس اختياري لحقاش هما في المطاعم ما كيعملوش المعدنوس، ولكن انا كيعجبني المذاق ديالو. عندي هنا زيت الزيتون اولا الزيت عاديا اللي بغيتو.
بالنسبه للتوابل عندي هنايا ربع ملعقه صغيره من الابزار اللي هو الفلفل الاسود، عندي ملعقه صغيره ديال التحميره اللي هي البابريكا او الفلفل الاحمر. وصافي وغادي نعملها طيب. وبطبيعه الحال من تشوفوها الا شفتوها نقصت المرقه غادي تزيدوا لها شويه د الماء وصافي. صافي هنايا بعد ما دازت واحد 2 السوايع هما مراقدين عندي ديك الاجنحه ديال الدجاج في لاصوص باش كيجيو لذاذين. كل ما خليتوهم مراقدين كل ما كيجيو افضل. انا عملت الفران يسخن على اعلى درجه. عندي هنا واحد الصينيه فرشتها بكاغيط ديال الفران، من افضل يكون كاغيط الفران. ما عندكم شي غير الصينيه كدهنوها بالزيت ولا بالزبده صافي وكتفرشوا فيهم. بالنسبه للفران ديال الضوء انا سخنته مزيان، بعد نهبط الحراره على 180 درجه حتى كيطيبوا، من بعد كنجهد الحراره باش كيتحمروا. بالنسبه للفران ديال الغاز كتسخنوه مزيان، من بعد كتنقصوا الحراره تكون متوسطه وكتعملوهم فوقهم ملي كيطيبوا كيشبروا راسهم كتهبطوهم عاود تحتي باش كيتحمروا بطبيعه الحال مع المراقبه وصافي. الا ما كيعجبكمش شي اجنحه ديال الدجاج يمكنكم تعملوا ركيبات الفخيطات يعني ديال الدجاج، يعني اللي بغيتو نتوما. غير الا كنتو تعملوا يعني الطروفه ديال الدجاج من غير اجنحه غادي تفلحوهم بالموس. راه دغيا كيطيبوا ما كيديوش الوقت طويل، غير مع المراقبه وصافي. صافي ديك الخضره من بعد ما غليتها مزيان وعملتها تنشف وبردت مزيان. بالنسبه للخلطه اللي غادي نعمل فيها كنعمل فيها هنايا الخل، اولا يمكنكم تعملوا الحامض اللي هو الليمون اللي كيعجبكم، شويه د الملح غير شويه لحقاش انا اصلا الخضره عملت فيها الملح ملي كانت كتغلى. هنا غادي نزيد زيت الزيتون والقليل من الابزار اللي هو الفلفل الاسود. الطريقه هذه كتجي ديك الخضره ملبسه مزيان بديك التشرميل بديك التشرميله. هنا غادي نزيد عليها العلبه العلبه الذره المعلبه اللي هو الميس. صافي غادي نخلط مزيان مزيان ديك الخلطه هذه مزيانه. هاد الطريقه هذه كتعجبني، هاد الطريقه لحقاش ماشي جهه كيجي فيها الابزار جهه لا جهه فيها الخل، يعني كتكون داكشي يعني متساوي. صافي غادي نخلطهم مزيان مزيان. يمكنكم تعملوا التون الا عندكم، انا مكانش عندي متواجد التون تا هو كيجي لذيذ فيها. كتجي صحيه ومتكامله، غير هذه بوحديتها العشاء والله العظيم كتجي مزيونه وكتشبع. صافي هنايا عملتهم في واحد الطبيصلات. هنايا كنزينهم بشويه ديال المايونيز بطبيعه الحال اللي كيعجبوني، ما كتعجبوش تخليوها غير هيداك وصافي. صافي هنايا ديك اجنحه الدجاج من بعد ما طابوا راه ما كيديوش الوقت طويل غير كيطيبوا. من بعد ما شفتهم طابوا جهدت لهم فران باش كيتحمروا شويه. هنا فرشت لهم شويه ديال الخس كيف ما كنقولوا حنايا العينين كياكلوا قبل الفم. هنا ديك صلصه الطماطم حتى هي طابت، خليتها على النار مده 10 دقائق صافي وطفيت لها. شفتها كانت ثقيله يعني خاطره بزاف وزدت لها شويه ديال الماء. على هاد الشكل هذا كتجي مزيونه ولذيذه بزاف. يمكن لكم تعملوها في سباغيتي في لي باط في بيتزا. غير نتوما بطبيعه الحال الا كنتو تعملوها في بيتزا كتعملوها خاطره مزيان كتخليوها تشرب مزيان ديك الماء ديالها. صافي وها هي الغديوه ديالنا واجده، الغداء ولا العشاء اللي بغيتو نتوما. ديك الصلصه كتجي على هذا الشكل هذا كتجي لذيذه بزاف. كيف ما قلت لكم يمكن لكم ترافقوها مع اي حاجه عندكم. يعني هاد الصلصه كتجي لذيذه هي المعتمده عندي الصراحه. صافي هاد الخضره كتجي على هاد الشكل هذا كتجي صحيه ومتكامله. وهذا هو العيد الروايه كما كنقولوا. صراحه الله اللي ما كيعجبوش الاجنحه ديال الدجاج غادي تعجبو مزيان هاد التشرميله هذه. وماشي ضروري تعملوها غير في اجنحه الدجاج، واخا تعملوها في يعني اي حاجه عندكم مشويه دجاج مشويه اما في الفران ولا في الفحم. كنتمنى يعجبكم الفيديو اليوم. الا عجبكم ما تنسوش لايك الفيديو فضلا وليس امرا، اشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودمتم في امان الله وحفظه.